السبت وفي تمام الساعة 6 ومقر الجامعة الفنية الأولى بالقاهرة. جمعت لجنة المناقشة والحكم على الإصرار المخططة وعنوانها استغلال التعليم في ظل نظام الدرس المستقل في دولة قطر دراسة تطبيقية ومنظرية مقارنة. تكونت لجنة المناقشة والحكم من السادة الأستاذ الدكتور يونس حسن عقل رئيسا، الأستاذ الدكتور راشد نبيل وكيل عضوا، الأستاذ الدكتور صلاح علم الدين عضوا. واستمرت المناقشة يوم السبت الموافق 1/9/2012 حتى الساعة 8:30. وبعد المداولة قررت اللجنة التوصية بمنح الباحث درجة الماجستير في الاقتصاد بإجماع الآراء والله موافق. يلا مبروك. شكرا يا دكتور. مبروك. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك.